لما تركبي قطر التضحيات وتتعبي وتضحي، تيجي على نفسك وما تلاقيش حد يقدر، ما تلاقيش حد يشكر، وتيجي في اخر محطة خلاص تعبتي، فقدتي كل طاقتك، عملتي كل حاجة وزيادة، عملتي كل اللي تقدري عليه، بس كل اللي حواليكي محدش قدر، محدش شكر. تيجي في اخر محطة وانتي تعبانة قوي 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 قوي، الكل يقولك محدش طلب منك انك تضحي، ودي حقيقة، محدش بيطلب من حد انه يضحي. انتي اللي ضحيتي، انتي اللي عملتي في نفسك كده، انتي اللي تفانيتي وتغاضيتي عن نفسك وعن سعادتك، وعن ان انتي تقولي انا نفسي ليها عليا حق، انا ليا حق على نفسي، انا ليا حق ان زي ما بسعد حد يسعدني، زي ما انا بقدر حد يقدرني. لكن انتي اللي تفانيتي، انتي اللي ضيعتي عمرك ووقتك، انتي اللي ضيعتي سعادتك بايديكي مش بايد حد. فاوعي تلومي حد، لومي نفسك ان انتي ضيعتي حق نفسك وضيعت عمر راح من عمرك عشان خاطر اي حد حواليكي. المغزى من الكلام ان زي ما انا بسعد اللي حواليا لازم اللي حواليا يسعدوني. الحياة اخد وعطا، زي ما بدي مشاعر اخد، زي ما بدي تقدير وحب واهتمام اخد، وده حق كل بني ادم. ما ينفعش واحد بس ياخد وواحد هو اللي يفضل يدي يدي يدي، لان هيجي وقت طاقته هتخلص، ما هو خلاص عمال يستنفذ كل طاقته، يستنفذ كل مخزون المشاعر اللي عنده، كل حاجة حلوة طلعت، كل حاجة جه على نفسه، خلاص الروح تعبت، الروح ما بقتش قادرة تقاوم. لما هيجي يحتاج ان حد يديله شوية اهتمام، حد يديله شوية مشاعر، حد يديله شوية عمر، مفيش، كله خلص، كله خلص. كل واحد بيقول نفسي نفسي. فالحياة اخد ودي، اهتم وحد يهتم بيا، احب واتحب. ما ينفعش تيجي واحد بس هو اللي يعيش ويضحي وبعدين في الاخر محدش هيقولك شكرا، في الاخر هيقولولك محدش طلب منك تضحي. خلوا بالكم من نفسكم.